ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم الإخوة والأخوات في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو اللي غادي نتكلموا فيه على واحد الخبر اللي راج الآن في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في المواقع الجزائرية ووكالة الأنباء الجزائرية بالتحديد. وكالة الأنباء الجزائرية قالت سيدي بأن ملك المغرب اشترط على السلطات الجزائرية باش أنها تحضر ليه 10 طائرات باش يجي هو الأمير مولاي الحسن حاكم الجزائر المستقبلي. قال لك سيدي قال لهم الملك حضروا لي 10 طائرات. ودابا هادي تخيلها في عقلك كيفاش ملك على قدو قال لهم حضروا لي 10 طائرات. واش هادي داخله العقل؟ نخلوا الملوك الاخرين واش تا هما اشترطوا على السلطات الجزائريه باش انهم يحضروا لهم 10 طائرات باش يحضروا القمه العربيه؟ اكيد لا، اكيد لا. والسلطات الجزائريه ماشي باستطاعتها انها تحضر 10 طائرات الا وغادي ندخلوا طائرات عسكريه. هنا كيطرح واحد علامة استفهام اللي يمكن لنا نقولوا بأن الجزائر ليست آمنة. هذا هو السبب الحقيقي باش باش الملوك والأمراء ما حضروش لهذه القمة العربية اللي كانت في الجزائر. السبب الرئيسي هو أن الجزائر ليست آمنة. ووكالة الأنباء الجزائرية فهي فضحات راسها براسها. 10 طائرات، 10 طائرات، وانتوما واش نتوما في الحرب ولا شنو؟ كيفاش ملك غادي يشترط عليكم 10 طائرات باش يحضر القمة العربية؟ يعني نتوما راه ماشي في أمن، نتوما راه غير في الهاوية. يعني أي واحد يقدر أنه يتعرض للاغتيال أو يتعرض لأي حاجة أو أي كارثة. حنا شفنا بوريطة كيفاش تم الاستقبال ديالو، وشفنا استفزازات ديال وسائل الإعلام الجزائرية، وكذلك وزير الخارجية الجزائري نطال مامرا اللي كان يعني كان ما حاملش راسو باش ان بوريطة يحضر القمة العربية ويفرض راسو في القمة العربية. اكيد ان هاد الخزعبلات الجزائرية اللي كتخرج كل نهار اكيد انها في مهب الريح ولا اساس لها من الصحة، لانه ما يمكنش ملك يشترط 10 طائرات باش يجي القمة العربية. هناك امور خفية وخاصة الامن الجزائر ليست امنة، وهذا هو السبب الحقيقي وراء تخلف جلالة الملك محمد السادس باش يجي القمة العربية. ماشي غير هو، فهناك أمراء وملوك لم يحضروا لهذا السبب.